فاكرين لما حكينا عن شباب بسيطة بدأوا مع طلبات ودلوقتي بقوا مصدر إلهام لناس كتير قوي؟ القصة ما كملتش، دي بالعكس لسه بتبدأ. الفرصة لسه موجودة ومستنياك، مرتب ثابت، ساعات مرنة، ومستقبل بإيدك. في الفيديو ده هعرفك خطوة بخطوة ازاي تبدأ مع طلبات بكل تفاصيلها. ولو لسه متردد انك تاخد خطوة الشغل مع طلبات، فعايز اقول لك ان الفيديو ده هيغطي لك كل النقط اللي انت محتاجها. فجاهز تحقق حلمك؟ يلا بينا. شركة طلبات عندها 3 حاجات ممكن تشتغل من خلالهم جوه الشركة. أول وسيلة وهي المشي، وهي إنك توصل الأوردر بتاعك على رجلك، ودي بتكون أقل وسيلة فيهم أجرا وأقل مسافة بين الأوردر والعميل. تاني نوع وهو العجلة، وأنت ممكن تشتغل بأي نوع عجلة عادي مفيش مشكلة. تالت وسيلة وهي الموتوسيكل، ودي بتكون الأعلى أجر فيهم كلهم، وبرضه مفيش نوع معين، يعني ممكن تشتغل بسكوتر أو موتوسيكل، بس أكيد لازم ينطبق عليك المواصفات بتاعة الشركة. وده ينقلنا للنقطة اللي بعد كده، وإيه هي الشروط المطلوبة عشان تشتغل في شركة طلبات. أول حاجة بعد الرخصتين بتوعك يكونوا ساريين، اللي هم بتاعه الموتوسيكل او السكوتر ورخصه القياده بتاعتك. وطبعا النقطه اللي بعد كده ان هو لازم يكون سنك 21 سنه فيما فوق. وعلى الرغم من كده ممكن تلاقي ناس عندهم 18 سنه وشغالين في طلبات عادي، والنقطه دي بترجع على حسب المكتب اللي انت هتقدم فيه. في مكاتب بيكون لها حالات خاصه ومسموح ليهم ان هم يشغلوا ناس من 18 سنه. ننقل على النقطه اللي بعد كده وهي نقطه التقديم. التقديم مش بيكون من خلال التطبيق نفسه، بيكون من خلال وسيط، والوسيط هنا بيكون المكتب الخاص بطلبات. انت بتروح المكتب بتاع طلبات وبتعرف الشروط بتاعتهم ويا تتعاقد معاهم يا لا. بعرف اماكن المكاتب دي فين؟ عندك حاجه من الاثنين، يا مندوب طلبات. الحاجه الثانيه هتلاقي تجمعات كده تحت اي مبنى من المباني بتاعتنا. التجمع دوت في الغالب بيكون موظفين او الطيارين بتوع طلبات متجمعين قدام المكتب ده. نقطه ثانيه لازم تتاكد منها ان المكتب اللي انت رايحه بيغطي الزون او المنطقه اللي انت عايز تشتغل فيه، سواء كانت المنطقه دي قريبه من بيتك او سمعت ان فيها شغل كتير، لان كل مكتب من المكاتب اللي تابعه للطلبات بيكون مسؤول عن زون او منطقه معينه بيغطيها. بعد ما تسمع منهم الشروط والشروط ديت عجبتك في المكتب اللي انت رحته، بتعمل استعلام امني وفيش وتشبيه ويا صاحبي. لو طلعت تمام وما عليكش اي حاجه، بتنقل على المرحله اللي بعد كده وهي مرحله ايصال الامانه. بتمضي على ايصال امانه بقيمه 10000 جنيه. طبعا في ناس كانت كاتبه لي في الكومنتات ان 10000 جنيه او فكره ايصال الامانه ديت اصلا فكره وحشه ودولت بينصبوا علينا او مش بينصبوا علينا. انا بصراحه شايف فكره ايصال الامانه ديت بصراحه ضمان حق. تخيل معايا كده انت واحد كل يوم بتمسك مبلغ وقدره، ويا صاحبي انا مش بتكلم عليك انت، انا بتكلم على ناس كتير شغاله في الموضوع ده. لو انت هتبقى امين على الفلوس، غيرك ممكن لا قدر الله يطمع في الموضوع ده. فايه اللي هيضمن للشركه ان الطيار او الشخص دوت مش هياخد الفلوس بعد اول يوم ويخلع؟ وطبعا طول ما انت ماشي سليم وبتراعي ربنا في اكل عيشك، فالموضوع دوت ما يخوفكش. وتعالى اكلمك على حاجه تانية. انت دلوقتي لو اشتريت اي حاجه في الدنيا تقسيط، هتلاقي صاحب المحل او صاحب الحاجه اللي انت اشتريته منها هيمضيك على ايصال امانه بثمن الحاجه دي، فالحق ما يزعلش. خلاص امورك تمام وقابلت كل الشروط اللي فاتت ديت، ندخل بقى على المحاضره النظري. خطوه المحاضره ديت بيعلمك فيها طريقه الشغل بكل تفاصيله، وازاي تتعامل مع التطبيق، وازاي برضه تتعامل مع العميل نفسه. بعد كده بالصحاب بيفعل لك التطبيق بتاعك، ونبدا بقى الشغل الجامد. بعد ما تستلم الباوتش بتاعك، وهي الشنطه او الصندوق اللي انت بتحط فيه الاكل اثناء التوصيل، وكمان بتستلم اليونيفورم. بالنسبه لثمن الحاجات ديت بيتخصم منك مع كل قبض ليك. في ناس بتدفع ثمنه كاش من اول يوم كده عشان يريحوا دماغهم يعني. وبالنسبه لسعر الباوتش واليونيفورم دوت بيختلف من مكتب للتاني، وده بيرجع لاختلاف الخامات. ننقل بقى على النقطه اللي بعد كده وهي مواعيد الشفتات. انت بتشتغل كل ايام الاسبوع، وده بيكون من خلال المواعيد اللي انت بتحجزها، ما عدا يوم واحد بس هو اللي بيكون اجازه. المواعيد اللي انت بتحجزها ديت بيكون 6 ساعات عمل او 8 ساعات عمل، وفي اكتر من كده كمان. المواعيد اللي انت بتختارها دي بتختارها من خلال التطبيق، بتبدا تحجزها من عليه وبتبدا تنزل تشتغل فيها. وتعالى نتكلم على مشكله ممكن تحصل لك. انت مثلا دلوقتي شغال او حجزت ميعاد في يوم ما من 4 ل 12 بالليل، وبعد ما حجزت الميعاد ده حصل ظروف خارجه عن ارادتك ومش هتعرف تنزل الميعاد ده. تعمل ايه ساعتها؟ الحل انك تعرض الشيفت بتاعك ده للتبديل. لو في مندوب تاني حب يشتغل في نفس المواعيد دي، بيبدا ياخد الشيفت بتاعك. طيب لو ما فيش مندوب قبل بالشيفت بتاعك او قبل بالميعاد بتاعك، ايه الاجراء اللي انت لازم تاخده؟ ساعتها لازم تكلم مشرف المنطقه بتاعك. وباختصار مشرف المنطقه دوت ده الشخص اللي هتعرفه من اول يوم شغل ليك، وهيكون مسؤول عليك في المنطقه اللي انت اخترتها. يعني باختصار كده دوت مديرك المباشر. الشخص دوت بيكون في ايده صلاحيات كتير جدا، منها مثلا ان هو يبدل الميعاد بتاعك دوت مع حد تاني، او في اسوأ الاحوال ان هو ممكن يلغي الميعاد بتاعك اصلا. نيجي بقى للسؤال اللي شاغل ناس كتير: هل فعلا الشغل في طلبات دوت مجزي؟ وتعالى كده اقول لك الاسعار وانت تحكم بنفسك. وبالمناسبه احنا اتكلمنا عن تفاصيل الاسعار في المقابلات اللي احنا عملناها مع الطيارين، هتلاقي كل الفيديوهات ديت موجوده على القناه. بس عموما الشغل معاهم بينقسم لحاجه اسمها باتشات. كل باتش فيهم بيكون ليه السعر بتاعه، ودوت بيتحدد على حسب التقييم بتاعك. يعني مثلا باتش واحد ودوت الاعلى سعر فيهم بيكون 32 جنيه، باتش 2 30،
باتش 3 28 جنيه، يعني بين كل باتش والتاني 2 جنيه. فانهم يحطوك في اي باتش ده بيعتمد على انك تعلى او تنزل في التقييم بتاعك. طب التقييم بتاعك دوت بيعتمد على ايه؟ اول حاجه انك تنزل في مواعيد الشغل بتاعك وما تتاخرش عن الشيفت بتاعك عشان ما تاخدش جزا. تاني نقطه انك ما تكنسلش اي اوردر يجي لك. النقطه الثالثه سرعه توصيل الاوردر من المطعم للعميل. والثلاث حاجات دولت ما يقلوش اهميه عن بعض. وفي نقطه عايز اوضحها، ان اسعار الباتشات اللي انا لسه قايلها ديت خاصه بالطيارين اللي موجودين في اسكندريه، واسعار الباتشات بتختلف من محافظه للتانيه. في كمان نقطه كنت دايما بتسال عليها، وهي الاستراحه ديت بتكون قد ايه، واقدر احسبها ازاي، وباخدها امتى بالظبط خلال العمل. الاستراحه دي يا ابو الصحاب بتكون 10% من اجمالي الساعات اللي انت حجزتها. يعني لو حجزت 8 ساعات ال 10% بتوعها هتكون 48 دقيقة. لو حجزت 6 ساعات ال 10% بتوعها هتكون 36 دقيقة. النقطة اللي بعد كده وهي نقطة القبض، وعايزك تركز معايا قوي في نقطة القبض ديت عشان هي حاجة عجيبة كده ومحتاجة تصحصح معايا. بس في الأول خليني أقول لك كده 3 مصطلحات مهمين هنستخدمهم عشان نفهم نقطة القبض دي. مطعم عادي، وده مطعم انت بتروح تشتري من عنده الأكل وتوصله للعميل. مطعم شريك، وده مطعم بتروح تاخد منه الاكل من غير ما تدفع اي حاجه وتوصله للعميل. طلبات مارت، ودي خدمه موجوده في طلبات، العميل يقدر يطلب اي حاجه من خلال السوبر ماركت. اولا انت بتقبض اخر كل اسبوع مره، اللي هو يوم الخميس، يعني بتقبض في الشهر 4 مرات، 3 مرات منهم بتلم القبض بتاعك. وايوه زي ما سمعت، بتلم فلوس قبضك. طب بنلمها منين؟ بنلم فلوس قبضنا من المطاعم الشريك. زي ما فهمتك، انت بتروح تاخد الاوردر من المطعم الشريك من غير ما تدفع له اي حاجه، وبتوصله للعميل. وتعالى اشرح لك في قصه كده ايه اللي بيحصل في حوار القبض عشان نفهم مع بعض. فانت كل يوم خميس بتشوف مطعم شريك بتلم منه قبضك، والطبيعي برضو اللي انت بتكون عارف ايه هي المطاعم الشريكه في الزون او المنطقه اللي انت شغال فيها. انا هدخل عند المطعم الشريك ده اللي مش هدفع عنده حاجه. هنقول مثلا ان القبض بتاعي في الاسبوع ده 3000 جنيه على حسب الشغل بتاعي. فانا هروح للمطعم الشريك اخد منه اوردر بقيمه 500 جنيه اوصله للعميل. انا ما دفعتش حاجه للمطعم الشريك، بس لما اوصل الاوردر للعميل هاخد منه 500 جنيه. ال 500 جنيه اللي معايا دي دلوقتي اول حاجه من القبض بتاعي. بعد كده هروح لمطعم شريك تاني في نفس اليوم هاخد منه اوردر بقيمه 600 جنيه هوصله للعميل. اول لما اوصله للعميل هاخد من العميل 600 جنيه. ال 600 جنيه اللي انا هاخدها دي هحطها على ال 500 جنيه، يبقى انا كده وصل معايا 1100 جنيه من القبض بتاعي هحطها في جيبي. كمان ممكن تاخد فلوس القبض بتاعك من طلبات مارت. طلبات مارت هتاخد الاوردر اللي العميل طالبه من السوبر ماركت هتوصله للعميل وهتاخد الفلوس، وبرده الفلوس اللي انت هتاخدها ديت هتبقى من فلوس قبضك. بس في العادي الباتش بتاع التوصيل بتاع طلبات مارت بيكون اقل من الباتش بتاع التوصيل من المطعم، بس دوت مش هيأثر عليك في الحساب، دوت بيكون الباتش بتاع التوصيل بس. فانا بتكلم لو انت في باتش رقم 1 اللي هو بيقبض 32 جنيه على الاوردر، فانت في طلبات مارت هتقبض اقل من كده في التوصيله الواحده. دول كده بالنسبه لاول 3 اسابيع في الشهر بتاعك، اللي انت كل خميس هتروح كده تلم القبض بتاعك من يا طلبات مارت يا من المطاعم الشريك. كده ناقص الاسبوع الرابع اللي هو اخر اسبوع في الشهر. ده الاسبوع الوحيد اللي انت بتروح تقبض فيه من المشرف بتاعك. ايه بقى من الحكمه من الاستراتيجيه بتاعه القبض واللف والدوران والدوخه واللي انا اروح هنا والم القبض بتاعي؟ بصراحه انا ما لقيتش اي تفسير ومش فاهم الحكمه بصراحه من النقطه دي. فاللي عنده تفسير يا ريت تقول لنا. كده احنا جاوبنا على كل الاسئله اللي انتوا سالتوها في الفيديوهات بتاعه طلبات بكل تفاصيلها. وعشان تشوف تجارب الناس اللي شغاله في طلبات لازم تشوف الفيديوهات اللي فاتت واللي احنا عملناها، هتلاقيها كلها في القناه. ولو في حاجه لسه مش واضحه بالنسبه لك سيبها لي دلوقتي في الكومنتات وهعمل لك فيديو عليها، او ممكن اجاوبك في الكومنت على طول. كان معاكم رمزي ابو زيد، اشوفكم في فيديو الاسبوع الجاي. سلام.